صباح الرضا والسعادة عليكم جميعا يا رب. طبعا كلنا سمعنا عن شوكولاتة دبي اللي كانت قلب السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. أنا قلت هعملها معاكم، ولكن هعملها بطريقة اقتصادية مش مبالغ فيها ولا بتكلفة عالية. هنبدأ بسم الله. معايا ربع كيلو كنافة قطعتها قطع صغيرة جدا وحمرتها في الاير فراير بدون أي مواد دهنية. لو حابة تحمريها على طاسة على النار مفيش مشكلة. الخطوة التانية الشوكولاتة. هنحتاج قطعة صغيرة من الشوكولاتة الخام البيضة، والباقي شوكولاتة عادية هنحتاج منها 150 جرام. هنضيف ليهم زيت، معلقة زيت لكل واحدة، وهنسيحها على بخار مية أو ممكن في الميكرويف. نجهز القالب اللي هنستخدمه في عمايل الشوكولاتة. استخدمي أي حاجة متاحة عندك. أنا عندي هنا قالب سيليكون بتاع وافل هستخدمه عادي. هاخد جزء من الشوكولاتة البيضة اللي سيحناها وهضيف ليه لون طعام اخضر. ممكن تضيفي اي لون انت حباه، ولكن هو الشكل بتاع الترند موجود. حاطين لون اخضر في ارضية القالب، فاحنا هنعمل شبه الترند. لون الطعام ده لون صحي، لون جل. هناخد نقطة صغيرة لانه بيدي لون مركز جدا. هقلبها وبعد كده هروح حطها في ارضية القالب بشكل عشوائي، او شكل خطوط او الشكل اللي تحبيه زي ما انت عايزة. طبعا احنا عارفين ان اصل الوصفة معمولة بكريمة البيستاشيو. بس انا مش هعملها بيها خالص، انا هعمل حاجة تانية. بدور على بديل يكون اقتصادي شوية، اقل شوية. فانا هعملها بالحليب المكثف. وانا عاملاه في البيت، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاع الحليب المكثف في صندوق الوصف ان شاء الله. دلوقتي انا هضيف الحليب المكثف للكنافة وهنقلبها كويس لحد ما تبقى عندنا عجينة سهلة ان انا افردها على قالب الشوكولاتة. طبعا ممكن نستخدم بدائل تانية للحليب المكثف. ممكن زبدة اللوتس، ممكن النوتيلا. اي حاجة احنا حابينها، المهم تدينا سمك الكنافة انها تبقى سهلة الفرد على قالب الشوكولاتة. انا بقلبها كويس وضفت الحليب المكثف على مراحل لحد ما يديني السمك اللي انا عايزاه. بعد ما الكنافة خلاص بقت معايا كده تمام وجاهزة، هبدأ ان انا اجهز قالب الشوكولاتة واغلفه بالشوكولاتة الخام زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. نراعي واحنا بنغلف القالب بالشوكولاتة ان احنا بنحط كمية بسيطة ونفضل نمشيها على القالب لحد ما يتغلف كله تماما. واي زيادة في الشوكولاتة هننزلها تاني لان احنا عايزين طبقة رقيقة جدا من الشوكولاتة مش طبقة سميكة. انا هنا عمالة بفضيها على الجزء التاني اللي هستخدمه برضو. واي زيادة تانية هتتفضل دلوقتي في طبق. انا هجيب طبق دلوقتي وافضي فيه اي زيادة، وما تقلقيش من الخطوة دي، مش مزعجة ولا حاجة. الشوكولاتة اللي هتفضل في الطبق هنستخدمها عادي تاني، وهناخدها ونعيد تسييحها وهنستخدمها مفيش فيها اي مشكلة. كده القالب عندي اتغلف وبقى تمام. هاخده على الفريزر لمدة 10 دقايق بس يتماسك ويجمد، وبعد كده نكمل عليه شغل. انا هنا هستخدم حاجات تانية. عندي بايركس ازاز عادي صغير هعمله برضو قوالب للشوكولاتة. زي ما قلتلك ممكن تستخدمي اي حاجة متاحة عندك. نفس الخطوة برضو هنحطه في الفريزر لمدة 10 دقايق أو 5 دقايق كفاية عشان ده إزاز يتماسك، وبعد كده هنكمل عليه الشغل. هنا القالب بعد ما طلعته من الفريزر خلاص جاهز. هبدأ أوزع عليه طبقة الكنافة وأسويها بالمعلقة زي ما أنا شغالة كده علشان أضمن إن هي تدخل للفراغات اللي موجودة في القالب. خلي بالك ده قالب وافل أصلا مش قالب شوكولاتة، علشان كده فيه فراغات كبيرة جامدة. فأنا براعي إن أنا أحاول أنزل الكنافة للفراغات دي كويس وتبقى متساوية. نحاول نساوي السطح كويس جدا عشان لما أحط طبقة الشوكولاتة التانية تبقى متساوية، ما بقاش فيها حاجة طالعة وحاجة نازلة. هنظبط الشوكولاتة على وش القالب
ونسويها كويس، وهحاول اهزها كده هزة قبل ما اشيلها علشان اضمن ان هي اتوزعت كويس على كل الجوانب. دلوقتي هناخد القالب ونشيله في الفريزر لمدة ساعتين اقل حاجة قبل ما نيجي نستخدمه تاني. ونخلي بالنا مش اقل من ساعتين. هنكمل بقية الخطوة نفس الخطوة في القوالب الصغيرة وبرضه هنشيلهم في الفريزر. بس انا القوالب هنا هحطها في الفريزر نص ساعة بس علشانها ازاز، وبعد كده هخليها تكمل في التلاجة عادي. دلوقتي بعد مرور ساعتين القالب بقى جاهز. بس انا عايزة اقولك حاجة، ان انا وانا بطلع القالب اول واحد طلع معايا بسهولة الحمد لله وتمام، ولكن التاني كان فيه جزء صغير منه لسه مش متماسك، عشان كده بقولك مش اقل من ساعتين ما تطلعوش من الفريزر. ولما تيجي تطلعيه من القالب نحاول واحنا بنطلعه نشيله بالراحة واحدة واحدة علشان ما نكسرش قالب الشوكولاتة. الشوكولاتة طلعت جميلة، القالب مظبوط وحلو جدا، شكله كويس، والطعم اكتر من رائع بصراحة، جميل جدا جدا جدا. الحليب المكثف اساسا حلو قوي، بيبقى لما بيدخل على اي وصفة بيحليها. انا شايفة ان الحليب المكثف بديل اقتصادي نوعا ما عن كريمة البيستاشيو او زبدة البيستاشيو لانها غالية جدا. ده القالب اللي كان في الازاز برضو طلع مظبوط وشكله جميل جدا. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، وياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله.